أنا ليه سبت كل حاجة وقررت أرمي كل طاقتي في السوق السعودي؟ الأرقام اللي شفتها في الأناليتكس بتاعت قناتي آخر 24 ساعة خلتني أتأكد إن اللي بيحصل في المملكة دلوقتي مش مجرد طفرة، ده إعادة كتابة لقواعد البيزنس في المنطقة بالكامل. والنهاردة هكشف لكم الأرقام دي لأول مرة. أهلا بيكم في فيديو جديد من ربح بوعي. أنا هنا في الدمام، والنهاردة مش جاي أقول لك سكريبتات ووعود وردية، أنا فاتح لك قلبي وجهازي عشان نشوف سوا ليه السعودية هي الملعب الحقيقي لأي حد عايز يعمل ثورة أو بيزنس محترم في 2026. بصوا الرقم ده، 41% من المشاهدات في يوم وليلة بقت من السعودية، وده معناه إن الجمهور هنا عينه صقر، بيلقط المحتوى اللي فيه فايدة حقيقية من وسط آلاف الفيديوهات. والأغرب من عدد المشاهدات هو الافريج فيو ديريشن. لما تلاقي فيديو تحليل تسويقي دسم والناس بتكمله للآخر، تفهم إنك قدام جمهور مش عايز هبد، جمهور واعي بيدور على الزتونة اللي تطور شغله. السوق السعودي فيه براندات عطور وعبايات بتنافس البراندات العالمية في جودة التصوير، بس هنا في فجوة قاتلة. التصوير 100 من 10، بس الكلام اللي مكتوب السكريبت يعني 2 من 10. هوريكم ليه اخترت براندات زي روزي ولاتشي كحالات دراسة. التحدي بتاعي الزبون السعودي ذوقه عالي جدا، مش هيشتري منك لمجرد انك حاطط موديل حلو، هو عايز قصة، عايز يحس بالبرستيج قبل ما يشم العطر. وده اللي انا بلعب عليه في السكريبتات الهدية اللي انا بعتها ليهم. رسالتي لكل واحد مغترب هنا او شاب سعودي بيبدأ: ما تدورش على السبوبة السهلة، دور على المشكلة اللي مفيش حد عارف يحلها وروح حلها بذكاء. السوق هنا بيقدر جدا المجتهد اللي فاهم. بكرة السبت معظم الإدارات أجازة، بس بالنسبة لي ده يوم تجهيز القنابل التسويقية. الحد هنشوف مين من البراندات دي اللي هيفتح لنا الباب ومين هيفضل قافله. شاركوني في التعليقات، تفتكروا ايه اكتر حاجة بتشدكوا في اعلانات البراندات السعودية؟